حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. يا رب دايما اشوفكم كده بصحة كويسة ونفسية كويسة يا رب. ربنا يرزقكم يا رب ويكرمكم، امين يا رب العالمين. زي ما تعودنا يا حبايبي ويا حبايب قلبي ويا نور عيني انتم، ما تنسوش بقى تصلوا كده على النبي علشان نبدأ الفيديو بتاعنا كده بالصلاة على النبي. انا معايا فراخ دلوقتي، الفراخ دي طازة طبعا، انا جايباها عشان خاطر يعني جوزي جايبها لي يعني وكده عشان خاطر اعمل اكل النهارده عشان انزل لحماتي وكده. اهم حاجه ان انت ترضي حماتك، ما تنساهاش يا حبيبه قلبي انت وهي، مهما كان حتى لو حماتك ايه برضو ما تنساهاش. انا حماتي الحمد لله بجد والله ام التانية، مش حماتي ولا حاجه. ربنا يبارك فيها يا رب ويديها الصحه وطولة العمر. فانا قلت النهارده اجهز لها كده غدا، وانزل لهم يعني غدا عشان يتغدوا النهارده وكده. انا طبعا نظفت الفراخ دي، بحب اغسلها كويس قوي. آه وعشان ايه خاطر عشان انقعها في المحلول بتاعها قبل ما اعمل اي حاجه. يعني انا حطيتها دلوقتي، يعني غسلتها كويس واحطها في المحلول بتاعها علشان خاطر اروق بقى البيت، اعمل اي حاجه، اعمل اي مصلحه حوالين منها. وبعدين لسه بدري اصلا على ميعاد الغدا وكده. فهسيبها تتنقع ساعه، ساعتين، ساعه ونص، يعني على حسب ما جهز غدايا يعني. مش شرط ان انت تقعديها ساعتين او 3 ساعات، على حسب، بس اهم حاجه انها تتنقع معاكي كويس. طبعا المحلول بتاعها زي ما احنا ما عارفين، لو عندك دقيق ذرة بقى وكده بيبقى حلو قوي، بيشيل الزفارة، وليمون. بلاش خل عشان الخل بيلزق الزفارة فيها. طبعا انا كده غسلتها كويس وهديها كمان شطفتين 3، وبعد كده احط عليها الحاجة واسيبها تتنقع بقى. كلمة مهمة لكل اخواتي وكل حبايبي او حبايب قلبي دول اللي هم بيكتبوا كومنتات سلبية، مش ليا يعني، لغيري، وغيري ده كلهم اخواتي برضو، احنا كلنا اخواتي يا جماعة والله. سواء اخ او اخت، في ناس كتير جدا بتكتب لي كومنتات حلوة، وكم واحد بس كده ببص كده الاقي كومنت سلبي بتاع. انا عايزة اقولك ان انت، او اقولك يعني مسيرك ان انت تفتح قناة، يعني هيبقى نفسك ان انت تفتح قناة. على فكرة لو مفتحتهاش النهاردة هتفتحها بكرة، هتفتحها بعد سنة، بعد 2، بس هيجي لك يوم وهتفتحها. وزي ما انت ما بتكسر بخاطر فلان، ربنا هيجي في يوم من الايام هيرد لك كسرة الخاطر دي فيك انت يعني. هيجي لك حد كده يكتب لك كومنت سلبي، يرد لك اللي انت كنت بتعمله في غيرك. الكلام ده مش عني انا لوحدي شخصيا، ولكن في فيديوهات طبعا بسمعها ببقى مصدومة جدا من التعليقات اللي بتوصل للناس دي. ان في تعليقات فعلا، في ناس بتكتب باسلوب وحش قوي. ليه تزعلوا الناس منكم؟ ليه احنا ندعي عليكم طول ما احنا قاعدين؟ يعني ليه تدي فرصة ان حد يدعي عليك او حد يدعي عليكي؟ ما تراضي غيرك يا ستي، انت هتخسري ايه؟ هيجرالك هتموتي يعني لو كتبتي تعليق حلو؟ مالكيش نفس تتفرجي على الفيديو؟ ان شاء الله عنك ما اتفرجتي، لا انتي ولا هو. ما تتفرجوش، اللي مش عاجبه ما يتفرجش، ده اللي انا اعرفه. ما عجبكش صاحبة القناة دي ما تشتركش اساسا، ولا تشترك ولا تلف على القناة بتاعتها ولا تكتب اي حاجة. ما تكسرش بخاطر غيرك، عشان هيجيلك في يوم من الايام ان ربنا برضه هيردها لك برضه. واتمنى من الله ان ربنا يردها لك. بالنسبة للقناة بتاعتي دي، انا اصلا كنت فاتحة القناة دي يمكن بقالي 11 سنة. شوفي 11 سنة، أنا لسه يا دوبك عاملة كام فيديو، يعني يا دوبك لسه منزلة مبقاليش غير شهرين. بدأت إن أنا أستمر أوي في تنزيل الفيديوهات، لأن ما كنتش مستمرة في تنزيل الفيديوهات قبل كده أساسا، ما كنتش مهتمة من الآخر. فشوف أنا بقالي كام سنة فاتحاها. مجرد إن أنت تكتب كومنت وكده على القناة وبتاع، يبقى أكيد أنت عندك قناة، ما أنت أكيد عندك قناة عاملها وبتاع. فالواحد بتكسروا خاطر الناس ليه؟ انتوا استفدتوا ايه او انتوا بتستفادوا ايه؟ طب احنا بنستفاد مثلا ان احنا بنستفاد من وراك بالكومنت بتاعك، سواء كان وحش او حلو او كده، احنا بنستفاد من وراك. ربنا يهديكوا ويصلح حالكوا يا رب. سواء الكلام دوت يعني بعيد تماما عن الناس المحترمة. والله بجد بعيد عن الناس المحترمة اللي دايما بتكتب له، دايما فاتحة نفسي لحبايبي، هم دول حبايبي بجد، هم دول اللي واقفين جنبي بجد. فربنا يا رب يكرمكم ويرزقكم من أوسع أبوابه. وربنا يفتح نفسكم ويكبر بخاطركم زي ما انتوا دايما جابرين بخاطري وبخاطر غيري، مش لوحدي. فاحنا يا جماعة لازم نحب بعض، لازم نكون ايد واحدة، لازم ندعم بعض، لازم نشجع بعض. بلاش الاحباط ده، بلاش اللي انتوا بتعملوه ده، بلاش الكلمة اللي هتطلعها من عندك دي تكون بتزعل غيرها يعني.
حرام بجد والله حرام. النفسية بتبقى وحشة قوي. انا دلوقتي بقى حمرت الشعرية ونزلت طبعا بالرز. قلت اشوح فيه بقى كده شوية علشان خاطر ايه يبقى طعمه حلو. طبعا انتوا شايفين الملح كتير، بس على فكرة الملح مش كتير ولا حاجة، هو دوت حدق الرز كده بالظبط معايا مظبوط قوي، يعني لا حادق ولا دلع، مظبوط جدا. وادي طبعا الصدور كنت طلعت انا وطلعت الوراك الاول، انتوا عارفين الوراك بتستوي بسرعة، فطلعت الوراك وطلعت الصدور وكده، وحطيت بقى مية على الشوربة عشان خاطر تغلي على ما اخلص الرز. اهم حاجه تظبطي اكلك علشان خاطر تاكلي الاكل كده يبقى طعمه حلو ويبقى مفلفل معاكي. الرز ده عايزاه مفلفل، لازم تشوحيه ولازم تحطي له ميه سخنه علشان يبقى طعمه حلو ويبقى مفلفل معاكي يروح قلب اختك. ما تنسونيش في اللايكات بالله عليكم، ولا الكومنت الحلو بتاعكم لكل حبايب قلبي اللي دايما فاتحين نفسي. ربنا يا رب يجازيكم كل خير ويرضيكم، زي ما انتم ما بترضوني ومفرحين قلبي دايما بوجودكم جنبي. الكلام ده الناس معينة فقط، انما للناس التانية اللي هي دايما بتحب تضايق غيرها، انتوا مالكوش ان الواحد حتى يقول لكم كلمة شكرا يعني، ما تستاهلوهاش اصلا. اللي مش حابب يتفرج يا جماعة على الفيديو ما يتفرجش، واللي حابب على راسي من فوق. بس انا الكلام دوت انا في ناس بعزها جدا، وانا بقولها ان انا فعلا بحترمكم جدا وبحترم اسلوبكم جدا في الكلام، وربنا يا رب يرضيكم. طبعا انا بدأت اعمل السلطة. ما كانش عندي غير خيارية واحدة عشان لسه بكرة السوق ان شاء الله، فقلت احطها وخلاص على السلطة. انا طبعا لما بكون عاملة سلطة كتير وكده لازم احط خيارتين تلاتة، يعني حبة بالدول بالنسبة لي كتير شويتين، فلازم كنت احط خيارتين تلاتة، فهو بقى ما كانش عندي غير خيارية واحدة. اهم حاجة بقى ايه البصلية اللي احنا حطيناها على السلطة دي، بتدي نفس حلو قوي، بتخلي طعم السلطة حلو جدا. بصوا بقى هنا كده انا هحمر اللسان عصفور، عشان بقى ايه يبقى كده انا اخر حاجة كده وخلصت الغدا. طبعا ما عملتش طبيخ ولا عملت حاجة. هنا الجماعة اصلا ملهمش في الطبيخ قوي، فانا قلت كفاية بقى شوربة اللسان عصفور والسلطة والعملية عشان تبقى خفيفة حبتين. اهو اللسان عصفور اتحمر معايا كده، فانا هحطه بقى كده في قلب الشوربة. يا سلام، اكنها بعمل طشة ملوخية انا ولا إيه، مش عارفة. شفتوا؟ طشة حلوة اوي. اتصل بتقولك ارحميني، لازم تحطي فيها شوية مية. لازم بعد ما بتخلصي لازم تحطي فيها شوية مية ولا حاجة عشان تهدى. وادي الرز بتاعي طبعا استوى ومفلفل وزي العسل وطعمه حكاية. الحمد لله يا جماعة، والله انا كده ايه يعتبر كده خلصت الحمد لله. هحمر بقى الفراخ. المرحلة الأخيرة يا ولاد، دي المرحلة الأخيرة بقى. شفت الدبانة جت وقفت على الكاميرا، قفلت البتاع. طبعا في ناس بتحمر بسمنة صافي وفي ناس بتحمر بزيت صافي. طبعا انا بحب اصلا احمر بسمنة مش بزيت. بس السمنة على فكرة بتدي طعم احلى في التحمير عن الزيت. شايفين بقى ده الشكل النهائي كده للغدا بتاعي النهارده. ويا رب دايما اكيد اشوفكم كويسين، ما تنسونيش بقى في الكومنتات ولا اللايكات بتاعتكم الحلوه، واشوفكم ان شاء الله كده يا حبايبي في فيديو جديد.